اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم تتذكروا الشاب المبدع علي سعيد، مهندس الميكانيكا المتخصص في الانتاج، اللي انتج حوالي 3200 قطعة لمعدات وآلات، حوالي 13-14 صناعة في مصر. هو يستخدم خامات البوليوريثان والكاوتشوك والسيليكون، وبيصنع منها وبيعيد تأهيل العديد من قطع الغيار المخصصة لخطوط إنتاج كثير من الصناعات. الشاب ده كان فاجئنا لما قابلناه الأسبوع اللي فات إن عنده تطبيق إلكتروني اسمه صنع في مصر. هذا التطبيق هام جدا، أنا دخلت وتصفحت صنع في مصر وفعلا عظيم جدا. آلاف المنتجات المصرية الموجودة في هذا التطبيق. أنا ضعيف جدا أمام كل محاولات تسويق المنتجات المصرية، وعشان كده لقيت ان من دوري ان لازم ادعو حضراتكم على الدخول والبحث عن تطبيق صنع في مصر. اعرضوا منتجاتكم لو حضراتكم من المصنعين. موقع عليه ترافيك عالي جدا، يعني ناس كتير بتدخل على هذا التطبيق للاستفادة من منتجاته. عليه قطع غيار، عليه زجاج، عليه اخشاب، عليه بلاستيك، عليه قماش. كل ما تحتاجه من خامات ومصنعاتها موجودة في صنع في مصر. هذا الموقع صنع في مصر يستحق ان حضراتكم تستفيدوا من الخدمات الجليلة اللي بيقدمها لكل المصنعين. ولو حضرتك مستهلك زي حالتنا، ادخل شوف المنتج اللي محتاجه لبيتك، لمصنعك، لشغلك. كل هذه الاشياء مطلوبة وبشدة في حياتنا العادية، موجودة. كل احتياجاتنا المنزلية موجودة على صنع في مصر، وبالتالي كل منتج في مصر عليه أن يتجه لعرض منتجاته على صنع في مصر. هو بيعلم حضرتك إزاي تصور منتجك وترفعه على التطبيق الإلكتروني، ومنتجات عديدة بيتم عرضها مجانا وبدون مقابل، وما يعرض بمقابل المقابل بتاعه رمزي جدا ويدفع سنويا، وبالتالي هو أمر لا يذكر. علي سعيد هو منتج ومصنع، وبالتالي حاسس بكل مصنع وعارف قيمة إن يعمل تطبيق إلكتروني لتسويق المنتجات المصرية. تخيلوا حضراتكم لوحده بينتج 3200 منتج، وبالتالي كان يجب أن يفكر في عمل هذا التطبيق الإلكتروني، وإنه كمان يفتحه لكل المصنعين لأنه مصنع وفاهم. ربنا يحميك يا هندسة علي سعيد، من الشباب اللي فرحونا في برنامج الجدعان. من فضلكم استفيدوا من خبرات هذا الشاب. هو لم يتجاوز 35 سنة، ولكن يحمل خبرات 40 سنة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.